ازاي دبي بتحمي فلوس المستثمر العقاري؟ في مدن انت ممكن تشتري فيها وتفضل خايف، لكن في دبي انت بتشتري وانت مطمن، لان الدولة بتحميك قبل ما تحمي المطور. عد معايا النقط دي. رقم 1، كل مشروع لازم يكون ليه اسكرو اكاونت او حساب ضمان، ففلوس المشتري بتروح عليه، ما يقدرش المطور يسحبها الا على مراحل البناء المعتمدة. رقم 2، ما ينفعش اي مطور كده يدخل السوق وخلاص، لازم المطور يكون هو كمان عنده شوية نقط مهمة. اولها انه بيمتلك ارض المشروع، انه يسجل المشروع بشكل رسمي، انه يكون عنده راس مال كافي، وانه يحصل على الموافقات من دايرة الاراضي والاملاك او الDLD. بعد كده المشتري بيوقع العقود في وجود وسيط رسمي ومسجل. رقم 4، في حال التأخير أو الخلل دايرة الأراضي والأملاك بتقدر هي وقتها تتدخل، يا توقف المشروع، يا تكمل المشروع، يا تحوله على مطور تاني. الخلاصة، فلوسك في دبي مش مجرد تحويل بنكي، ده في نظام كامل حاكم السوق من أول درهم لآخر طوب.